الفيلم لو عجبكم هنعرف من تعليقاتكم واشتراكاتكم، وأكيد وقتها هننزل لكم أفلام أكتر هتعجبكم. الفيلم بيبدأ مع بنت اسمها كات، باباها ومامتها أصحاب أكبر مصنع في المدينة، ومعظم سكان المدينة بيشتغلوا فيه، بس في مجموعة أشخاص ما عجبهمش نجاح المصنع، وكمان كانوا عايزين يشتروه ويهدوه ويبنوا مكانه نادي، لكن والد كات ومامتها رفضوا بيع المصنع. وفي يوم وهم خارجين من المصنع وراجعين البيت بيعملوا حادثة بالعربية وبيقعوا في المية، وكات هي بس اللي بتقدر تخرج من العربية، ومامتها وباباها بيغرقوا. وبعدها بنشوف في قاع المية وحش أصلع وولاده ويندل وفال، وبيزرعوا له شعر عن طريق كريم سحري بيخلي شعره ينمو من جديد. بس ويندل وفال بيتخانقوا لأن فال بياكل الكريم السحري، وبكده الكريم هيخلص، وطبعا باباهم هيتعصب ويعاقبهم، ومع ذلك فال ما بيهتمش وبيأكل أخوه من الكريم هو كمان. بس الغريب إن الكريم بيدوخهم وبينقلهم لعالم آخر بيشوفوا فيه جنية العالم السفلي اللي تقدر تحقق لهم كل أحلامهم، واللي كان أهمها إنهم عايزين يبنوا جنينة كبيرة يستمتع فيها كل الأشباح، وافتكروا إن الجنية دي اللي تقدر تديهم الفلوس اللي هيبنوا بيها الجنينة. وبعدها بنعدي 5 سنين وبنشوف كيت رجعت المدينة علشان تدخل المدرسة، وهناك كيت بتلاقي مصنع باباها ومامتها اتدمر، والمدينة بقت شبه مهجورة من بعد ما الناس هاجروا يدوروا على شغل جديد. وبعد ما بتوصل كيت المدرسة بتقابل 3 بنات عايزين يكونوا أصحابها، لكن كيت مش بتوافق، وفجأة بتشوف إن بنت منهم هيحصل لها حادثة، وبسرعة بتبعدها من المكان اللي واقفة فيه، وفعلا بتقع طوبة كانت ممكن تموت البنت. وهنا بنعرف إن كيت بتقدر تشوف المستقبل. وبعدها بتروح كيت الفصل وبتتعرف على ولد اسمه رال، والمدرسة بتجيب لهم أخطبوط وبتقول إن شكله بيتغير على حسب وضعه. وفجأة الأخطبوط أول ما بيشوف كيت بيتحول لوحش، وبيخرج ضوء سحري من درج المكتب بيحرق كيت في إيديها وبيعمل علامة أسنان. والمدرسة لما بتشوف العلامة بتخاف وبتقول لها إنها لازم تداريها طول الوقت وما تخليش أي حد يشوفها. في الوقت ده بيكون ويندل وفال بيعملوا نموذج للجنينة اللي بيحلموا بيها، وبيوصل لهم طائر بيديهم رسالة فيها صورة جنية العالم السفلي اللي بيدوروا عليها، وبيقول لهم إنه علم لهم إيديها بعلامة أسنان علشان يقدروا يوصلوا لها بسهولة. وبكده بنعرف إن الجنية هي كات، وويندل وفال بيقرروا يروحوا لعالم البشر علشان ياخدوا منها الفلوس اللي هيبنوا بيها جنينتهم. وبعدها بنشوف الناس اللي كانوا عايزين يشتروا مصنع والد كات زمان ويهدوه، وكانوا بيتكلموا مع عمدة المدينة واللي بيكون كمان مدير المدرسة اللي فيها كات، وبيطلبوا منه يخلي الناس توافق على بناء النادي مكان المصنع. بس العمدة بيقول لهم إن محدش هيوافقهم على طلبهم غير الأموات، وطبعا الكلام ده ما بيعجبهمش وبيموتوا العمدة وبيرموه في المية. وقتها كانت كات بتحلم بحياتها زمان مع باباها ومامتها واليوم اللي غرقوا فيه وماتوا، وفجأة ظهر لها ويندل وفال وسحبوها جوه الحلم لعالمهم. وبعد ما بيشوفوا العلامة اللي على ايديها بيقولوا لها انها جنية العالم السفلي وهي اللي تقدر تحقق لهم امنيتهم، مقابل انهم كمان هيحققوا لها امنية. وقتها كات بتقول لهم انها عايزة تعيش مع باباها ومامتها زي زمان، وويندل وفال بيقولوا لها انها لازم تلاقي العروسة وتستناهم معاها عند مقبرة باباها ومامتها في يوم اكتمال القمر، وهم هيرجعوهم للحياة من تاني. وساعتها فاقت كات من النوم وراحت تدور على العروسة اللي قالوا لها عليها في الحلم، وفعلا لقيتها في درج مكتب الفصل، وهي اللي خرج منها الضوء السحري اللي عمل لها العلامة على ايديها. وقتها كان ويندل وفال بيكملوا زرع شعر باباهم، وهم ماشيين بالآلة داسوا على حشرة بالغلط وماتت، بس لما وقع عليها نقطة كريم من اللي بيزرع الشعر رجعت الحشرة للحياة من تاني. وبكده ويندل وفال لقوا الطريقة اللي هيرجعوا بيها أهل كات من الموت، وعملوا تمثالين شبههم وحطوهم على سرايرهم علشان باباهم ما يكتشفش غيابهم. وبعدها بيجي يوم اكتمال القمر، وكيت بتروح عند قبر عيلتها ومعاها العروسة وصديقها رول، وكيت بتقول كلمات سحرية على العروسة، وفجأة بتحصل عاصفة قوية جدا. ولما بيوصل ويندل وفال لعالم البشر بيمشوا في طريق غلط بسبب العاصفة، وبيستنوا كيت كتير لكن ما بتوصلش. اما كيت بتفتكر ان الوحوش كذبوا عليها ومش هيحققوا لها امنيتها، وبتمشي من المكان وهي زعلانة. وقتها ويندل وفال بيكونوا لسه مستنيين كيت، وبيقرروا يجربوا الكريم اللي معاهم عقبال ما توصل لهم، وبيخرجوا جثة من القبر وبيحطوا عليها الكريم، وفعلا الشخص بيرجع للحياة وبيكون مدير مدرسة كات. والوحوش اول ما بيشوفوا خطتهم نجحت بيطلبوا منه فلوس كتير مقابل انهم رجعوه للحياة، بس هو بيقول لهم انه معهوش فلوس. بس لما بيلاقي الوحوش هيموتوه تاني بيقول لهم انه هيوصلهم للناس اللي معاهم الفلوس، وبياخدهم عند الاشرار اللي موتوه قبل كده واللي عايزين يبنوا النادي، وبيعقدوا صفقة مع بعض وبيتفقوا ان لو الوحوش احيوا 6 اشخاص ينتخبوهم في بناء النادي
هيدوهم فلوس كتير، واشترطوا عليهم ما يحيوش عيلة كات أبدا، وطبعا الوحوش وافقوا وراحوا يبدأوا شغل. وبالنسبة لمدير المدرسة، رجع المدرسة وأعلن إن خبر موته كان كذب. وقتها سمعته كات وراحت له بسرعة وعرفته إن الوحوش كانوا المفروض يحيوا عيلتها مش يحيوه هو. ساعتها المدير أمر بحبس كات في أوضة هي وصاحبها رول، بس كات قدرت تهرب من الأوضة هي ورول، وراحت دورت على الوحوش لحد ما لقيتهم في المقابر بيحيوا الناس، وقالت لهم لازم يحيوا عيلتها الأول. بس الوحوش قالوا لها لازم تقول إنها من أتباعهم وهم هينفذوا لها طلبها. وكات من غير ما تفكر وافقت على طلبهم، وفجأة العلامة اللي في إيديها نورت وبقت بتخلي كات تنفذ أي طلب للوحوش غصب عنها. وكمان الوحوش أخدوا رول رهينة علشان يجبروا كات تسمع كلامهم. وأول ما خرجت كات من المقابر تجيب أكل للوحوش، كانت مدرسة كات راحت لمامبرج وقالت له إن المدير رجع من الموت. ساعتها مامبرج عرفها إن كات سرقت العروسة السحرية وفتحت بوابة العالم السفلي ولازم يوقفوها. في الوقت ده كان الوحوش خلاص صحوا الناس وأكلوا كمان كمية من الكريم اللي معاهم. وأول ما ناموا رول فك نفسه وأخد منهم الكريم وراح صحى عيلة كات وحكى لهم اللي حصل. وبسرعة عيلة كات رجعوا بيتهم، وقبل رول ما يهرب الوحوش مسكوه. وبعدها وصلت كات البيت، وأول ما شافت مامتها وباباها فرحت وافتكرت إن الوحوش نفذوا وعدهم، بس عيلتها عرفوها إن رول هو اللي أنقذهم. وكمان الوحوش مسكوه. وقتها خرجت كات وراحت المقابر وأنقذت رول من الوحوش، بس قبل ما يهربوا وصلت لهم المدرسة وقالت لكات إنها فتحت باب الدمار وأخدتها وراحت لمامبرج. وهناك قالوا لها إنها لازم تواجه الوحش اللي بتسمعه في عقلها علشان تقفل باب الدمار. في نفس الوقت ده كانوا الأشرار استعانوا بالموتى وخلوهم صوتوا لهم وبقوا حاكمين المدينة، وبيدوا الفلوس للمدير وبيدوا الأشرار نصيبهم. والمدير لما بيعرف إن عيلة كات رجعت للحياة بيقول للأشرار يخطفوهم ويموتوهم تاني. وبالنسبة للأشرار بيقعدوا مع بعض يفكروا إزاي هيدمروا المدينة، وبتسمعهم بنتهم اللي بتكون صاحبة كات في المدرسة وبتخاف من تصرفات أهلها. وقتها بيكونوا الوحوش وصلوا لعيلة كات وخطفوهم، بس كات قدرت تنقذهم منهم. ولما بتوصل لهم صاحبتها بتقول للوحوش إن أهلها ضحكوا عليهم وادوهم فلوس مزيفة وبتوريهم إنهم هيدمروا المدينة. وقتها كات بتشوف المستقبل وبتعرف إن الأشرار فعلا هيدمروا المدينة، بس قبل ما تفكر هتتصرف إزاي بيوصل الوحش الكبير والد واندل وفال، وده بعد ما اكتشف إن ولاده هربوا من العالم السفلي. وساعتها بيروح مامبرج وبيحاول يحبسه زي ما دايما بيحبس الوحوش، بس مش بيعرف لأن حجمه كبير. وبيبدأ الوحش يمسك الناس ويقول لهم إن أولاده بيهربوا من العالم السفلي وبيروحوا لعالم البشر وما بيرجعوش. وقتها مامبرج بيقول له إنه هيرجع له ولاده بشرط إنه يسيب البشر، وفعلا الوحش بيوافق ومامبرج بيرجع له أولاده. وبيقول للبشر إن الكريم اللي استخدموه في إحياء الموتى مفعوله مش هيستمر كتير وهيموتوا تاني. وكات لما بتسمع الكلام ده بتتضايق، وعيلتها بيطلبوا منها تفكر في حل ينقذ المدينة. وقتها كات بتطلب من الوحوش يروحوا يحيوا 2 من اللي كانوا شغالين في المصنع وقت تدميره وحرقه، وبتروح هي مع باقي سكان المدينة يحاولوا يوقفوا الجرار اللي بيدمر المكان. وأول ما بيوصل واندل وفيل بيكون معاهم عمال المصنع وبيقولوا للشرطة إن الأشرار هم اللي حرقوا المصنع زمان ودمروا المدينة. وبينتهي الفيلم بعد ما الشرطة بتقبض على الأشرار ووالد كات ومامتها بيموتوا، وكات بتزعل وترجع وحيدة من تاني. بس واندل وفيل بيقولوا لها إنهم هيفضلوا جنبها وهيبنوا الجنينة بتاعتهم والملاهي في مدينتها وهيساعدوها ويفتحوا المصنع بتاع عيلتها من جديد. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.